دكتورة فاطمة صالح العايد، معالجة فيزيائية وخبيرة طب البديل يعني بالأعشاب. أول ما فتحنا المركز كان الإقبال ضعيف تقريبا، بس لما شافوا العالم الفائدة يعني بالأعشاب بالعلاج الفيزيائي فصار الإقبال زيادة يعني على المركز. يعني ما من نفتح المركز دائما زحمة لبين ما نسكر، أحيانا للأربعة نسكر المركز، علما الدوام النظامي تقريبا للساعة 2:30. بالنسبة لأهمية الأعشاب، هي معالجة ما إلها أضرار أبدا ولا إلها سلبيات، وشفتي بعصرنا هذا كلياته كيماويات وأبر وأدوية وكلها، فالعالم صارت تلتجئ للأعشاب لأنه هي أهم من الأدوية، معالجة مو مسكنة، معالجة هي. مثلا عندك البهاق يتعالج بالأعشاب، الصدفية بالأعشاب، القولون العصبي بالأعشاب، طبعا كلياتها خلطات نخلطها بالأدوية، طبعا عندنا هاي كلياتها زيوت وجوا كلها نخلطها مع بعض. كل مرض له مثلا أعشاب خاصة به، البهاق، الصدفية، القولون العصبي، لكل شيء. شوفي هو بالعصر القديم أول اللي اكتشف الأعشاب هي المرأة، مشان هالشيء النساء تلاقين دائما متعلقات بالأعشاب، يعني حتى كانوا يجربونه على نفسهم، وبنساء كثار تسممت بالأعشاب لأنه كانت تجربوا على حالها أول شيء، عرفتي؟ فشافوا نتائج على أطفالهم، على أزواجهم، على شيء، فتطور الوقت فصارت تحمي. طبعا لحد الآن أكثر النساء يتعالجون بالأعشاب، الأغلبية تلاقينهم هسه يعالجون أكثر شيء على الأعشاب. والعلاج الفيزيائي، الطب البديل يعني تقدر تقولين أفضل من المعالجة بالكيماويات بالنسبة للعلاج الفيزيائي، ضمور العصب، ضمور العضل. ايه هسه افوت المريضة مثلا متصورين انا وياها ونحكي عن وضعها. لا بس احكي لي لمحة انا بالتصوير لما انت هيك عم تعالجين. ايه يعني هذا القسم مختص علاج فيزيائي ومعالجة بشرة، انبات شعر، علاج فيزيائي، هذا القسم خاص يعني بهذا الموضوع. عندنا قسم للأطفال، قسم للنسائية، صيدلية طبعا، قسم الأعشاب، عندك قسم النسائية وقسم الأطفال برا، وهاي الغرفة مختصة للأعشاب وللفيزيائي. شيء أكيد أنا دائما أنصح المرضى دائما يستخدمون الأعشاب الطبيعية والعلاج الفيزيائي لأنه صحي ومعالج أكثر من الكيماويات، عرفتي؟ هم العالم يعني الإقبال الكثيف عندنا بالمركز لدرجة يجون يعني يلاقون استفادة فالكل يجي على المركز. مرضي جسمي كله يوجعني، جسمي مشنج، يدي مشنجات، ما اقدر امشي، ما اقدر اسوي شغل، وما عندي يعني احد يداريني. وجيت والله سمعت جني بنات من قرايبي وقالوا والله احنا استفادينا على مشفى آره. وذكر لي ام عبد الله، قال روحي عليه ان شاء الله تحسني. وجيت والله والحمد لله، قمت اتحرك وقمت امشي وقمت يعني مشفى بي خدمه تامه، المديره زينه، الدكتور زين، تبعت النسائيه كلها تخدم الواحد، وبالاخصائي تخدم المرضانين الاعصاب ام عبد الله، يعني حيل تتعب على الانسان، تبركوا وتدلكوا وتسوي بهالكهرباء، الحمد لله تحسنا على يدها. اي والله انصح كل واحد مريض بالاعصاب وبالمفاصل يجي هنا على هالمشفى، هذا مشفى آره. يعني انه طب زين، ولا حبوب لا ابر لا شيء، بس يعني طب طبيعي. والله حيل انا استفاديت، كنت يوم اني اقعد الصبح هذا الخدرانات صابعي ذن قايلات شلون، والله صابعي ذن قايلات شلون، رجلي ما اقدر اقوم على رجلي اسوي شغله، وانا قاعده حبي وامسح قاعي، والله العظيم. لا الحمد لله قمت اقوم اقضب المساحه شوي امسح، والحمد لله من فضل الله. والله يوفقك ويوفق اهل هالمشفى ويستركم يا رب. مشفى ما صار.